السلام عليكم. اول فيديو في القناه الجديده، اول فيديو في القناه عامه، اول فيديو على اليوتيوب عامه. حبيت ابدا الفيديو او حبيت ابدا القناه مع بدايه السنه الجديده وبدايه التغيير، وخصوصا ان كان في دروبات كتير جدا معايا السنه دي لانه ما يعرفش ان انا طالب ثالثه ثانوي. هبدا الشانل دي بان احنا نشجع بعض على ان لو عنده حد متراكم، لو عنده حاجات متراكمه يعني يعرف يلمها، لو حد لسه مبدأش يبدأ لأنه يبدأ فما تأخر من بدأ، وإن شاء الله خير. أبدأ الشانل دي بإن احنا نشجع بعض، نشوف بعض واحنا بنذاكر، نشجع بعض يا جماعة. حبيت إن احنا نشجع بعض وإن احنا نكون زي سبورت لبعض، يعني كل واحد يسبورت التاني بحيث إن كل الناس تبقى كويسة. أنا معرفنيش بقى، أنا أحمد، اسمي أحمد صلاح، عندي 17 سنة، طالب 3 سنة بس. صاحي من النوم وما اعرفش هكمل الفيديو ولا لا، بس انا يعني ناوي ابدا معاكم بدايه جديده وهصور لكم بقى عشان اشجعكم وهحط لكم تايم لابس عامه يعني وانا بذاكر واكون خلصت، ولو تقلقوا ان خير وتشجعوا، وانتوا كمان تشوفوا الفيديو وسنه جديده وبدايه جديده وحياة جديدة. احنا طبعا مالناش دعوة بالسنة الجديدة دي لان احنا يعني مسلمين، فبس اللي هو يعني ايه كده حافز وان شاء الله خير. وابدأوا يا جماعة، فما تأخر من بدأ بجد والله. وعايزكم كده تكونوا شجاع وتحطوا نفسكم في الموقف وتبدأوا، وان شاء الله احنا مع بعض الرحله الكبيره بتاعتنا، وانا واثق في ربنا قوي ان انا هحقق حلم ربنا، وده هيكون بكرم ربنا والله. فانت كمان خلي عندكم يقين ويلا نبدا يا حبيبي. ما فيش حاجه اسمها شغف، في حاجه اسمها انك تجبر نفسك، والنفس ينبغي ان تجبر على ما تكره من الامور النافعه في الدنيا والدين. لو ما اكرهتش على الامور النافعه في الدنيا والدين انت هتروح في حتت صعبه. يعني لازم انت تجبر نفسك وتحمل نفسك على الصالحات والامور النافعه. اني لاكره الرجل، قولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي في اصل باب التفاهه، قال اني لاكره الرجل يمشي سبهللا لا في امر دنيا ولا في امر اخره. وقال ابن مسعود ذكره السخاوي وغيره قال إني لأمقت الرجل أراه فارغا فاضي لا في أمر دنيا ولا في أمر آخرة. لازم تكره نفسك على الدراسة. ما طبيعي، أنا واحد ما بطيقش أن أنا أقعد على الكتاب ساعة وساعتين. ما أنت هتحمل نفسك حملا، هتحملها، هتدفعها دفعا، هتجبرها إجبارا على إنها لازم تذاكر، لازم تتفوق، لازم تقوم الليل، لازم تصلي الفجر. ما طبيعي. ويا عجب ربك من رجل قام من بين حبه وأهله من بين فراشه ودثاره في الدفا وجنب أهلك ومتغطي والدنيا جميلة، فجأة تسيب كل ده عشان تنزل. ما طبيعي. وفين الشغف في كده؟ انت بتضرب شغفك بالنار. لنهاية الفيديو اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، واتمنى انكم تكونوا تشجعتوا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، واتمنى انكم تكونوا بدأتوا بداية جديدة، تكونوا كده قد احلامكم وتبدأوا عادي. والله يا جماعة ربنا بيكرم جدا وربنا معانا بإذن الله. وانا صورت المقدمة وكده برضو في نفس الوقت عشان ان شاء الله لما اكون خلصت كده اكون فيديو خفيف لطيف. فما تنسوش وان شاء الله خير. وانا بحبكم جدا بجد والله، وعايز اشجعكم جدا عشان والله الاحلام تستاهل يا جماعه. عايزين نكون كده ناس قد المسؤوليه، وانا بحبكم جدا. باي.